داعش، وطبعا انا يعني دللنا على ده وسندلل تفصيلا، لكن بالخلاصه داعش صنيعه اسلاميه خالصه. داعش صنيعه الكتب وادبيات وبكائيات الخلافه المهدره، وان هي لازم ترجع. ثم تعود خلافه على منهاج النبوه، فنحن اليوم ننتظرها. اقسم بالله انها قادمه، اقسم بالله لكأني انظر اليها بعيني الان. وما يقع اليوم في بلاد الإسلام من تصفية ومن تضحيات ومن جهاد ومن اجتماع كلمة العلماء والمسلمين إلا تهيئة من ربنا جل وعلا للأمة لتكون أهلا لحمل الخلافة. ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والله إن الأمة اليوم لتنتظر وعده صلى الله عليه وسلم بالخلافة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ترجع الخلافة الراشدة من جديد بعد الحكم الجبري، بعد حكم العسكر تأتي الخلافة الراشدة. هذا الذي نتحدث عنه، وعد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة حق ويقين. أبشر أبشر، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل تصدقون رسول الله؟ هل تصدقون حبيب الله؟ والله الذي لا إله غيره ستكون، بل وأنا أقسم بالله إن الله جل جلاله يهيئ الكون كله الآن للخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فليتفضل مشكورا أستاذ إسماعيل وحواخ من أستراليا. تكبير تكبير تكبير. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا. قبل 90 عاما وعلى بعد 100 متر من هنا في المجلس التركي قتل بعض الخونة من أبناء الأمة، بعض أحفاد الماسونيين ويهود، قتل الخونة أمنا وألغوا خلافتنا ونزلوا ونكسوا راية الإسلام. وأنتم اليوم هنا بعد 90 عاما وعلى مقربة من المجلس تعاهدون الله أن تعيدوا الخلافة، وأن ترفعوا الراية، وأن تعيدوا الشريعة، وأن توحدوا الأمة، وأن تقودوا جيوش الجهاد لتفتحوا أوروبا وأمريكا لتكون كلمة الله هي العليا. وطالما يتعلمون أن الخلافة على منهاج النبوة قادمة، فإنهم سيحاولون تطبيق ذلك الوهم على أرض الواقع. لن تتخلص الدول الإسلامية من هذا الورم حتى تجتث أسبابه. إن داعش ما هي إلا عرض من أعراض المرض الإسلامي المعشش في الأذهان. أتعلمونهم الوهم وتقدسونه في عقولهم،
ثم تلومونهم على تطبيقها على أرض الواقع؟ أتبيعونهم تلك الأوهام وتمجدونها أمامهم في المساجد والمدارس، في الخطب وفي التلفزيون، ثم تمنعوهم من السعي إلى تطبيقها؟ من روج لفكرة الخلافة ليس داعش، هم في التلفزيونات، في الخطب، على المنابر، في كل شيء يقولون الخلافة قادمة، الخلافة قادمة، الخلافة ستقوم، نتوق إلى الخلافة. هو ده اللي ودى الناس في داهية. والخلافة وعد الله، والخلافة وعد الله، تكبير، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والخلافة وعد الله، والخلافة وعد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والخلافة وعد الله، والخلافة وعد الله. هو ده اللي ودى الناس في داهية.